السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. تعالوا يا بنات النهاردة نشوف فيديو. هنعمل الكبدة بطريقة جميلة جدا جدا. هنعمل لها طشة مختلفة كده هتفرق معاكي في الطعم قوي. دي كده كبدة مستوردة. يلا بس أهم حاجة احنا هنديها بس شطفة بسيطة طبعا. هي المفروض ما بتتغسلش يعني، بس أنا أحب أديها شطفة بسيطة جدا يعني. وبعد ما بديها الشطفة دي بديها ايه؟ رشة كمون. تمام. شطفة بسيطة خالص. وبتسيبيها تتصفى بقى. هديها بس كده رشة كمون بسيطة، وهديها ليمونية كده عليها. وهنسيبها شوية. الكبدة من الأكلات الجميلة وبترمي معاكي كتير قوي مع الفلفل مع التوم، بترمي معاكي كتير جدا. حطينا لها الليمونة وحطينا لها رشة الكمون، وهبتدي اسيبها بس شوية كده تنزل ميتها، وهنبتدي على طول نجهزها. هنجيب بقى طاسة على النار كده، وهنبتدي ان احنا نعمل الكبدة بتاعتنا. شوية زيت حلوين ويسخنوا كويس جدا، اهم حاجة يسخنوا كويس جدا عشان التكة دي هي اللي بتفرق في الطعم. الكبدة بتاعتنا بعد ما فكت ممكن ما تبقاش فكة قوي يعني، نص نص كده. هي بصوا مش فكة على الاخر. لازم تديها الصدمة دي هي ايه اللي بتحافظ على الكبدة، ما بتخليهاش تنزل ميتها. الكبده المستورده هنحط لهاش ميه خالص. هتاخد الصدمه بتاعتها وما تقلبهاش نهائي الا لما تتشوح كلها من تحت. في طريقه تانية برضو ان شاء الله هنعملها، برضو جميله جدا بالبصل والطماطم، تديكي كميه كبيره جدا وطعمها برضو حلو. بس دي كده كبده العربيات اللي هي بالثوم بس، والفلفل الاخضر. وهنشوف هنحط لها ايه في الاخر. هنا اتشوحت اهي بنات، يعني الجزء اللي تحت خالص اتشمع. هنبتدي نقلبه بقى على الناحية التانية تتشمع كمان معانا بس. وهنسيبها برضو تتشمع لوحدها كده. خلاص كده. هنا بقى قطعت ايه؟ هنجيب 4 فصوص توم وقرن فلفل اخضر وشوية ملح. الريحة دي وتدقيهم بقى في التوم مع بعض وشوية خل. هنا بقى دي التكة دي اللي هتفرق معاكي جدا جدا في الطعم. عايزة اقولك ان انت ممكن تحطي شوية ملح ليمون، هو ده اللي بيجيب الريحة من الشارع. يعني من اخر الشارع كده حطي ملح ليمون، انا حاطة شوية صغيرين جدا. بيخلي الريحة دي ريحة العربيات اللي بتخليكي تشمي الريحة كده وانت بعيد. تمام. فبتبقى بيدي تيست عالي قوي ان انت تدوقي التوم مع قرن فلفل احمر او اخضر. وكمان وتسيبهم بقى يتشوحوا، وبتجهزي الفلفل الاخضر بتاعك. شبه الفلفل وشوشو. احنا قلنا ايه؟ توم وقرن فلفل وشويه خل. دول بتحطيهم اول ما الكبده تتشوح من الطرفين. وبعد كده بضيف الفلفل الاخضر بتاعي. الفلفل الاخضر في الاخر عشان ما ينزلش ميته، لو نزل ميته هيديكي مراره. فبس بتنزليه بقى في الاخر كده وتديله تشويحتين. هنحط وهقول لك هنعمل ايه دلوقتي. بس سيبيها تتقلب بقى، سيبيها يعني تتشوح شويه برضو مع الفلفل. ينفع يستوي شويه مش كتير يعني، عشان احنا عايزين الفلفل طبعا لونه ما يروحش. خلاص هسيبها بقى يعني دقيقه ولا حاجه. هبتدي اجهز لها الطشه بتاعتنا. هنا كده ده انا حطيت يا بنات معلقه سمنه، كزبره وتوم برضو تاني. ماشي. الكبده بقى تحب التوم والكمون. ماشي. وهنديهم بقى شويه خل. دي الطشه اللي هتفرق معاكي في الطعم بجد، رهيبه رهيبه يعني. هنحطها على الكبده، وهتودي الكبده في حته تانية خالص. يعني هتودي الطعم معاكي في حته تانية خالص. وهتاكلي احلى سندوتش كبده بقى بالكزبره وبالخل وبالثوم. مش قادره اقولك على الجمال، الريحه جايبه اخر الشارع. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للتكات بتاعتنا بتاعت النهارده وجربيها. ولو عجبتك ما تنسيش تشيري الفيديو وتدعمي الفيديو بتعليق حلو زيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.